يا شباب، بما اننا داخلين على السنه الجديده فاكيد في ناس كتير جدا هتبقى عايز ترجع الجيم تاني. تعال اقول لك بقى خطوه بخطوه تعمل ايه، مش هتعرف ترجع فورمه او تعمل الفورمه من اول وجديد. اول حاجه عايزك تشترك في جيم جنب بيتك. وجنب بيتك ليه؟ علشان ما تكسلش. ثانيا برضو عشان ما تكسلش، وده حاجه بجد هتكون تحفه قوي بالنسبه لك، جيب واحد صاحبك او اتنين صحابك بالكتير معاك. ما تكترش عن اتنين عشان اكتر من اتنين هيبقى الدنيا زحمه قوي، ويا ريت يكون حد فاهم اكتر منك. تاني حاجه عايزك تعمل دايت بس ما تتغشمش فيه. يعني ما تعملش بقى دايت بالورقه والقلم، هاكل وجبه واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وكده ومش عارف ايه. لا 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 لا، بجد تعمل دايت. يعني لو هتكتب فعلا دايت تتكتب دايت يكون اكل بتاكله كل يوم وسهل ومتوفر. وبص يعني مش عايز الموضوع يبقى صعب عليك خالص. تالت حاجه اتعلم ازاي تنظم وقتك وخلي فيه ميعاد ثابت دايما، هو ده اللي بتنزل فيه تتمرن فيه. يعني انت مثلا تتعود كل يوم الصبح هنزل اتمرن، او كل يوم بالليل بعد ما اخلص كليه او بعد ما اخلص شغلي هنزل اتمرن الساعه كذا بالليل مثلا. رابعا لما نيجي نتكلم على التمرين قدامك اوبشنين، واول اوبشن وده اللي انا افضله لو انت لسه في الاول بالذات، اختار كابتن يمرنك يكون كويس. الكابتن ده مش هيفيدك بس في ان هو يقولك التمارين اللي هتعملها وانه يسهل عليك الدايت والحاجات دي كلها، لا ده في حاجه ان الكابتن من مهامه ومن ناحيتك انه يخليك تنتظم حتى لو انت مش قادر. وعندك الاوبشن التاني التمارين. بص يا باشا، انت لو بقالك فتره مبطل او انت لسه بادئ من اول وجديد، اي حاجه هتعملها هتربي عضلات غصب عنك. انت بتعمل حاجه جديده بالنسبه لجسمك، وما تصعبش الموضوع عليك. وهتلاقي مليون واحد منهم انا ومنهم ناس كتير تانية منزلين تمارين. نصيحه مني ابدا ببروجرام خفيف، يعني مثلا ابدا بكل يوم عضله او ابر لور. انا شايف دول احسن حاجتين تبدا بيهم لو انت لسه مبتدئ. خامسا واخر حاجه، كل يوم افتكر انت ليه بتنزل الجيم وايه هدفك، واهم حاجه الهدف. الهدف ده هو اللي هيخليك تنزل كل يوم من بيتك عشان تروح الجيم وتتمرن او تعمل اي حاجه انت نفسك فيها.